شوفوا اخواني، اكو اصدقاء يسألون المحركات اللي تعمل بالهواء المضغوط. فهذا انا اشتغلت فيها، يعني محركات الهواء المضغوط اشتغلت فيها يعني قبل سنوات. شوفوا المحرك عندي قديم اشتغلته. طبعا هو شغل حلو يعني المحركات الهواء المضغوط، بس الهواء المضغوط المحركات يراد لك معدات انت حتى انت تصنع الاجزاء مالتها بايدك. لازم انت تصنعها بايدك، فانا ما عندي هاي الامكانيه والمكان اللي تصنع الاجزاء مالتها. فهذا المحرك اشتغلته وشغلت يعني، وفرة سريعة وقوة حصانية عالية أقوى من الغاز. اشتغلت بيه دهن ما يوسخ الدهن ماله، ويحتاج من 12 إلى 14 بار ينطيك قوة حصانية خارقة، يعني قوة حصانية مو طبيعية. بس مثل ما قلت لكم يعني يراد له وقت ويراد له معدات حتى أنت تشتغل الأجزاء مالته، لأن الأجزاء مالته ما متوفرة بالسوق. لازم أنت تصنعها، أنت تصنع الأجزاء مالتها. هاي المحركات اللي تعمل بالهواء المضغوط. الأصدقاء يسألون يقولون أنت ما مشتغل بهذا الشيء، ما اشتغلت بيه، ما جربت. لا، اشتغلت بيه شوفوا عندي هذا المحرك الثاني، هذا 4 سلندر، يعني هم اشتغلت بيه، يعني وصلت بيه تقريبا حوالي 60%. هذا هم يعمل بالهواء المضغوط، يحتاج له من 12 إلى 14 بار، ينطيك قوة حصانية خارقة.